تحياتي للجميع أينما كنتم. طبعا أني وخاصة هسه أنه يعني مركز على العراق وعلى نوري المالكي وعلى هذول الذيول مال إيران والفصايل. أني الغرض من أنزل فيديوهات، أني مالي شغلة بحد، أني بس شغلتي هو الشعب العراقي والعراقيين والعراق خاصة، وإلا هذول الزبابيق ما يهموني فلس. وأني لا أدافع عن أمريكا ولا عن إسرائيل وأنا على أي واحد. أنا مشكلتي الوحيدة هو ظلم الشعب العراقي وتدمير العراق على يد إيران وميليشيات إيران وذيول إيران وقنادر إيران اللي هي بالعراق وتحكم العراق. أنا هاي مشكلتي الوحيدة فقط. فأنا ما أتبع أي واحد ولا إلي شغلة بأي واحد، وعسى ما نارهم تاكل حطبهم، أنا مالي شغلة بيهم. فعلى مود الكل يعرف أنا شنو قصدي من أنزل الفيديوهات وليش أنزل الفيديوهات. أنا همي الوحيد هو العراق وشعب العراق فقط لا غير. المهم يطلع اليوم أبو خنينة نوري المالكي القندرة ويجتمع بالإطار التنفيسي وذيول إيران داير ما دايرة، ويقول شلون دا يدور له على مخرج انه ينسحب من رئاسة الجمهورية، لانه شاف الحديدة حارة عليه. زين، لانه بالبداية طلع وترامب شي يريد يسوي خلي يسوي، امريكا شي تريد تسوي خلي تسوي، اوروبا شي تريد تسوي خلي تسوي، على اساس هو رجال، وهو كونوا على ثقة اجبن من الجبان، لانه ايش قد ما ماكل جبن بحياته صار جبان. المهم اكو نقطة او شغلة يمكن الكثير من عندنا ما فكر بيها لو مدتي على باله، ولكن الحكومة الامريكية، الكونغرس الامريكي، ترامب ومبعوث ترامب مارك سافايا للعراق، الظاهر يعرفون وعندهم نولج بهاي. معروف الخطة شنو هي اللي كان اكو اتفاق بين مارك سافايا مبعوث ترامب والسوداني. هاي اول مرة السوداني يلعبها صح ويا امريكا، واللي هي على انه السوداني يتنازل عن المنصب رئيس الوزراء للمالكي، لأنه ترامب اليوم والكونغرس الأمريكي حالفين على المالكي وداير مداير المالكي وعائلة المالكي وذيول المالكي، لأنه ما شاء الله خير أكو ذيول مو بس الإيران، لا أكو ذيول للمالكي. شلون شايفين من أكو طيور، أو ما نقول طيور، نقول أسماك بالبحر من الشاك ياكل، يعني القرش من ياكل يبقى الشيء بحلقه، فهذول الأسماك الصغار يروحون ينظفوا له، فهذول الذيول مال المالكي نفس الشيء. المهم كان أكو مذكرة بتوقيف نوري المالكي واللي داير ما دايره واللي مختص بيه وعائلته كلهم واولاده كلهم. شوف كم قندره عنده اني ما اعرف، لانه الملفات اللي جايه ويا ماك سافايا هي ملاحقه الاموال العراقيه المنهوبه من قبل المالكي، من قبل وزيره الماليه اللي اسمها طيف. انا ما اعرف شلون خلوا لها هاي اسم طيف على وزيره الماليه. المهم وهادي العامري، فالح الفياض، عمار الحكيم،
قيس الخزعلي وغيره وغيره وغيره. فاكو كلها هاي دا يلاحقون الاموال اللي طلعت من العراق، لانه هاي الاموال من تطلع من العراق كلها مراقبه. كونوا على ثقه، دولار دولار مراقب. زين، اذا مو بالارقام الدولارات، بالحسابات البنكيه اللي راح تدخل لها. فاكو هناك كلها هاي. زين، شنو هي هاي اللعبه اللي لعبها السوداني ويا ماك سبايا على المالكي؟ لانه المالكي اذا صار رئيس الوزراء راح يكون عنده حصانه، تعرفون انتم هاي الشغله. فما حد ما راح يقدر يلاحقه، او ما حد ما راح يقول له تعال من اين لك هذا. فهاي الشغله اللي كانت. فماك سبايا ترامب اتفق ويا السوداني على انه السوداني يتنازل للمالكي، وهذا من يجي يقدم هذول يرفضون على مود يلزموه. لانه اليوم الملفات عن الاموال العراقيه المنهوبه بداخل العراق وخارج العراق كلها موجوده، وكلها صدرت من الكونغرس الامريكي ومن الحكومه الامريكيه ومن البنك الفدرالي الامريكي. كلها ماك سبايا جابها وجا للعراق. زين، وسوى اجتماع ويا الاطار التنفيذي ويا هذول الزبابيق اللي هم قاده الحشد وقاده الميليشيات كلهم. فمن شوفهم جنوا هذولا. كان كل واحد يبول على نفسه. واكو واحد يمكن مو هواي من عندكم راح يعرفه، على اساس صار وزير التعليم والبحث العلمي. تعرفون من هو؟ هذا احمد الاسدي. هذا عائلته باستراليا، يملك اتليست 4-5 عمارات، ولده كل واحد يركب له سياره ب 200-300 الف. هذا اذا تحبون انطيكم نبذه او اسوي لكم فيديو عنه، امروني امر وانا تحت الخدمه. لانه هو هذا بحد احمد الاسدي يراد له فيديو، كونوا على ثقه. شو وقت اجى لاستراليا، وش وقت طلع منها وسوى باستراليا، وشون جاب هاي كلها الفلوس لاستراليا. زين، وشون باقوا فلوس العراق وجابوها لاستراليا. فاذا تحبون كتبوا لي بالتعليقات وانا ما عندي مشكله اسوي لكم فيديو عن هذا احمد الاسدي شنو هو. زين، المهم خلينا نرجع للموضوع مال نوري المالكي. نور المالكي اليوم يعني راح يكون تحت قبضة القانون، يعني ما بها مجال. حتى إذا نفكر أنه ينهزم برا بعد ما بها مجال، لأنه اليوم الجيش الأمريكي محاصر العراق ومحاصر المنطقة. فأي واحد يطلع راح يلزم. يعني حتى إذا يريد يفكر يطلع من العراق يروح لإيران بعد ما يقدر، لا هو ولا كل الزبابيق. زين، وشكو أموال خارج العراق هم راح يجيبوها. وخاف إذا نفكر ابن النوري المالكي اللي بريطانيا عنده 3 فنادق وعنده سيارات اللي يركبها، نفكر راح تدوم. أبد ما راح تدوم، كلها راح تنباع وراح ترجع الفلوس. وهسه شوفون. المهم، هذا اللي راح يصير وهذا اللي صار. فلعبوه النوري المالكي، يعني هاي أول لعبة تنلعب صح. فهذا أول واحد راح يجيبوه. عجبه انه مذكرة التوقيف راح تطلع اليوم، تطلع باكر، تطلع بعد اسبوع، بعد شهر، الله اعلم. ولكن كونوا على ثقة مذكرة التوقيف موجودة. المهم هاي شوية بس دا أعطيكم إياها عن الوضع اللي دا يصير حاليا بالعراق اليوم والبارحة. انتظروني بفيديو جديد راح انزله اما باكر واما عقبه. يعني همي انا مرابط لهذا الموضوع. فشير ولايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، وتحياتي للجميع.